انا قلبتها اهو يا حبايبي على الطبق اهي، ما لزقتش ولا حاجه. هنقطعها مع بعض واوريكم دي بدقيق ذره بس. هقطعها معاكم وهوريها لكم منظرها عامل ازاي. يعني ده القعر بتاعها. بصوا انا عاوزه اوريكم بس الدخان ايه لسه سخنه. بصوا بصوا ما شاء الله، دي بدقيق ذره بس. بصوا الطراوه بتاعتها، بصوا ولا بتتفرفت ولا اي حاجه. ما شاء الله عليها. القعر ده الوش وده القعر. بصوا تحفه. بكوبايتين دقيق ذره وايه وثلاث بيضات. دي الطريقه دي مش طريقه، يعني الطريقه دي انا واخداها من قناه عزة في المطبخ. انا بموت في عزة في المطبخ انا متابعه عندها. يا ريت تتابعوني زي ما بتتابعوها، اكيد انتوا عارفينها طبعا. طريقه تحفه، وشكرا يا مدام عزة على الطريقه الحلوه دي. انا كنت بعمل البسيسه، كنت بعملها بدقيق بس عشان خاطر متفروق بدقيق ذره ودقيق عادي، لكن دي بدقيق بس، بدقيق ذره بس. كوبايتين دي، وطبعا دي تنفع للدايت عشان خاطر ايه معموله بتلت كوبايه زيت بس، ما فيهاش دهنيات كتير. وكوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايتين دقيق ذره وثلاث بيضات، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا. وطبعا دي كانت طريقه البسيسه بالطريقه الجديده بتاعتي، طريقه كانت عزة في المطبخ. يعيش المعلم ويتعلم، انا بتعلم وبعلمكم برضو. والله البسله دي تحفه يا جماعه. بصوا الطراوه بتاعتها مش ناشفه خالص، وتحفه ولا لزقت ولا حاجه. وانا قلبتها، ودي كانت طريقتي في الطريقه الجديده بتاعتي في البسيسه. يا ريت تعملوها لعشاق دقيق الذره زي ما انا بحب دقيق الذره والبسيسه. في ناس كتير قوي بيحبوها. دون عشقي، الكيكه اللي انا بفضلها. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجه بنعملها. اللهم بارك في اي حد بنحط لايك ويشترك في القناه. النهارده يا حبايبي هعمل لكم بقى صينيه بسيسه، اللي هي ايه كيكه الذره. بس هنعملها طبعا بدقيق ذره بس، من غير ما ندخل معاها دقيق قمح. للناس اللي بيشتكوا من يعني في ناس ممنوع عنها دقيق القمح اصلا. فانا هعملها بطريقه جميله جدا. انا على طول بعملها، بحط لها كوبايه دقيق ذره وكوبايتين دقيق ذره وكوبايه دقيق قمح. بس المره دي هعملها بكوبايتين دقيق ذره بس، وهنعملها كلها في الخلاط، مش هتاخد في ايدينا 5 دقايق. فيلا بينا نعمل مع بعض كيكه البسيسه او كيكه الذره او كيكه مش، لا ما اسمهاش كيكه البسبوسه، هي اسمها يا اما بسيسه يا اما كيكه الذره. فطبعا المقادير بتاعتها كوبايه لبن، كوبايه سكر، بس انا مقلله السكر شويه عشان بحبها دلعه. كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا. دي اختياري. معلقتين جوز هند، ممكن تحطوه ممكن لا. 3 بيضات، ودون دقيق الذره اهون كنت جايباه. كوبايتين دقيق ذره. وهنعملها كلها في الخلاط. هتقولوا كلها في الخلاط ازاي؟ مش هنوسخ اي حاجه اللي هو الخلاط. هي كيكه جميله، انا شفتها في قناه عزة في المطبخ. انا بحبها جدا جدا، عملتها وكانت تحفه، وانا عملتها وطلعت تحفه، فقلت اجربها معاكم مره تانية. انا برضو لسه منزله لكم فيديو قريب عن كيكه الذره دي، بس انا حاطه لها كوبايه دقيق قمح. فلما الطريقتين حلوين، بس دي بدقيق الذره بس، وما بتطلعش مكتومه وما بتطلعش بتفرول وهيشه وتحفه تحفه. فيلا بينا نعمل مع بعض كيكه الذره بدقيق الذره بس من غير دقيق قمح. يلا بينا. دلوقتي يا حبيبي حطينا 3 بيضات، كوبايه دقيق، كوبايه سكر او كوبايه الا ربع سكر حسب المعوض دلعها، ومعلقتين جوز الهند حسب الرغبه، ممكن ما تحطوهمش. هنحط كوبايه الا تلت زيت. الكيكه دي منها خفيفه جدا. كوبايه تلت كوبايه، مش ربع او نص، تلت. وهنحط كوبايه اللبن، وهنحط كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، وهنضرب بقى كل ده مع بعضه. وهنحط معلقه خل. هضرب بقى مع بعض الخليط، وهحط معلقه خل وهرجع لكم تاني. ضربنا كله مع بعضه يا حبايبي. هنبدا بقى نحط كوبايه دقيق ذره، كوبايه دقيق ذره، يعني كوبايه اهي نفس معيار كل حاجه. كوبايه اهي
وهنروح ضاربين، وطبعا نكون مولعين الفرن. هضرب بقى مع نفسي عشان مش عارفه امسك الخلاط. جبنا صينيه ودهناها بالزبده، اي مقاس 24 مقاس 26 حسب ما انت عاوزاها عاليه او مش عاليه، فانا ده المقاس 26. والخليط اهو انا ضربته كوبايتين دقيق ذره، وانا هوريكم وهو نازل في الصينيه منظره عامل ازاي. هو بيبقى سايل كده عشان دقيق الذره لما بيدخل الفرن بيشرب الايه، مش زي دقيق القمح. خلاص كده يا حبايبي، نمسك بقى الصينيه كده واحنا مولعين الفرن. هتقعد من نص ساعه 35 دقيقه، بعد نص ساعه نفتح عليها الفرن واوريها لكم منظرها عامل ازاي. دي دقيق الذره كيكه البسيسه اللي بدقيق الذره بس، للي بيتعب من دقيق القمح الاتنين حلوين، بس التانية بتحط لها كوبايه زياده عليها، بس نفس الطريقه، بس دي بكوبايتين دقيق ذره بس. دي طريقه جميله وانا عملتها قبل كده وطلعت تحفه تحفه. هدخلها الفرن واوريها لكم منظرها عامل ازاي. لسه مطلعه صينيه البسام الفرن. بصي يا حبيبي، تحفه تحفه، ريحتها قلب الدنيا. هسيبها تبرد وهقطعها مع بعض. انا قلبتها اهو يا حبايبي على الطبق اهي، ما لزقتش ولا حاجه. هنقطعها مع بعض واوريكم. دي بدقيق ذره بس، هقطعها معاكم وهوريها لكم منظرها عامل ازاي. يعني ده القعر بتاعها. بصوا انا عاوزه اوريكم، بس الدخان ايه لسه سخنه. بصوا ما شاء الله. دي بدقيق ذره بس. بصوا الطراوه بتاعتها، بصوا، ولا بتتفرفت ولا اي حاجه، ما شاء الله عليها. القعر ده الوش وده القعر. بصوا تحفه، بكوبايتين دقيق ذره وايه وثلاث بيضات. دي الطريقه دي مش طريقه، يعني الطريقه دي انا واخداها من قناه عزة في المطبخ. انا بموت في عزة في المطبخ انا متابعه عندها. يا ريت تتابعوني زي ما بتتابعوها، اكيد انتوا عارفينها طبعا. طريقه تحفه، وشكرا يا مدام عزة على الطريقه الحلوه دي. انا كنت بعمل البسيسه، كنت بعملها بدقيق بس عشان خاطر متفروق بدقيق ذره ودقيق عادي، لكن دي بدقيق بس، بدقيق ذره بس، كوبايتين دي. وطبعا دي تنفع للدايت عشان خاطر ايه، معموله بتلت كوبايه زيت بس، ما فيهاش دهونيات كتير، وكوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايتين دقيق ذره وثلاث بيضات، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا. وطبعا دي كانت طريقه البسيسه بالطريقه الجديده بتاعتي، طريقه كانت عزة في المطبخ. يعيش المعلم ويتعلم. انا بتعلم وبعلمكم برضو. والله البسيسه دي تحفه يا جماعه. بصوا الطراوه بتاعتها مش ناشفه خالص، وتحفه، ولا لزقت ولا حاجه وانا قلبتها. ودي كانت طريقتي في الطريقه الجديده بتاعتي في البسيسه. يا ريت تعملوها لعشاق دقيق الذره زي ما انا بحب دقيق الذره والبسيسه. في ناس كتير قوي بيحبوها. ده انا عشقي، الكيكه اللي انا بفضلها. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.